هقول لك ممكن تكون الام اللي جابت الطفل الاولاني دي ما سمعتش الحلقات بتاعتنا ده اكيد فغلطت فانها رضع صناعي. ده محفز ان الامهات تسمع ايوه الحلقات بتاعتنا. هنأجل برضو الكلام عن اللبن الصناعي لغاية ما نخلص الرضاعة الطبيعية، لأن لسه في أسئلة كتير في الرضاعة الطبيعية. بالنسبة لي بص كمية أسئلة يعني ربنا يسهل ونلحق نخلصها. الطفل خلص أو كمل 6 شهور هندخل له أكل مع الرضاعة، إزاي ننظم الموضوع ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت كده انتقلت لمرحلة الطفل بدأ ان هو كمل 6 شهور صحيح. او بدأ ان هو يدخل اكل، لو مشينا مع مدرسة ال6 شهور اللي انا بحبذها يعني. تمام. اول حاجة لازم ناخد بالنا منها ان انا لما ابدأ ادخل اكل مع للطفل يعني انا بديله حاجة جديدة قصاد الحاجة اللي هو متعود عليها. ده رقم 1 بالظبط. رقم 2 انا بديله حاجة اصعب. انت تخيل انت كنت قعدت طفل طول حياته اللي هي طبعا صغيرة يعني، بس ده عمره يعني 6 شهور، هو بياخد حاجة بيعمل ايه؟ بيمص ويبلع. صحيح. مش محتاج يعمل اي حاجة تانية. لا انت بدأت دلوقتي تنقله لمرحلة ان هو محتاج انه يبدأ يحرك بقه ويشغل عضلات الفك ويشغل عضلات البلع بصورة يعني اكثر تناسقا ويعني واكتر في عدد المرات. فطبعا دي حاجة مش سهلة. ان شاء الله لو عملنا بقى سلسله عن التغذيه والكلام ده هنتكلم بالتفصيل عن ده، لكن ما عندناش مشكله. نعم فاضي بقى امال. لكن احنا اللي يهمنا دلوقتي انا اتعامل ازاي في الرضاعه الطبيعيه اول ما الطفل يبدا 6 شهور او اول ما يبدا ياكل. اول حاجه ان كده خلينا متفقين ان الرضاعه هتبدا الرضاعه انها تقل ويبدا الاكل ان هو يدخل. طيب انا عشان اكل الطفل انا هاكله 3 مرات في اليوم، والرضاعه هتبقى تقريبا هتنزل من 8 او 12 مره في اليوم، ممكن تبقى 6 او 7 مرات، واكترهم غالبا هتبقى بالليل. تمام. انا كده بجهزه للفطام تقريبا يعني. الفطام لسه يعني طبعا هو الفطام عن 2 سنين زي ما قلنا قبل كده يعني، اللي عايز يتم. انا بتكلم عن الاكل لما هيزيد تدريجي خلاص احنا كده بنوصل لمرحله الفطام. احنا اوريدي فعلا كلامك صح. مجرد ما بدانا ندخل اكل احنا بدانا مرحله ما يسمى بالفطام الجزئي. تمام. طيب الطفل بقى عشان نبدا يعني ارضعه مهم جدا ان الام تبقى عارفه ان هو مازال محتاج لبن الام. يعني مش مجرد انا بدات اكل فبالتالي رضع او رضعتين في اليوم هتبقى الامور كويسه. لا انا مازلت محتاج لبن الام. وفي حاجه برضو يعني مش عارف احنا كنا قلناها بصراحه في الحلقات اللي قبل كده ولا لا. تمام. ان سبحان الله يعني لبن الام بيتغير كل فتره. يعني ايه؟ يعني لو انت جبت لبن ام في الشهر الاول ولبن ام في الشهر السابع مثلا، يعني ابنها عنده شهر ابنها عنده 7 شهور وحللت الاثنين هتلاقي تكوين مكونات مختلفه كلي وجزئي. اكيد طبعا لاحتياجات الطفل في السن ده. سبحان الله. يعني مفيش حاجه ابدا هتبقى زي اللي ربنا سبحانه وتعالى عاملها. يعني اللبن الصناعي هي تركيبه ثابته ما بتتغيرش خالص، يمكن تتغير بس عن 6 شهور رقم 2 وهكذا. لكن اللبن الام بيتغير يمكن عايز اقول لك يمكن كل اسبوع تلاقي المكونات تبدا تتغير. تمام. النقطه برضو المهمه عشان برضو نبقى عارفينها، هو احنا اصلا ايه حكمه ان انا هدخل الاكل عن 6 شهور؟ من ضمن الاسباب اللي تخليني بدخل الاكل عن 6 شهور مش قبل كده ومش بعد كده بالمناسبه. عارف احيانا ممكن نلاقي ام تقول ايه انا هسيب ابني يهتم شويه بالرضاعه الطبيعيه فدخله الاكل عند الثامن. ايوه. طبعا في العكس اللي زي ما قلنا اللي كانت بتاكل خضره محشي عند الشهر الثاني دي. أيوة. لكن احنا بنتكلم على ان لا البدري صح ولا المتاخر صح. احنا بنتكلم في الاساس في ال6 شهور. ليه بقى؟ سبحان الله يعني هو اول ما بيبدا الطفل يكمل 6 شهور يخش في السابع تبدا احتياجاته لعناصر معينه على راسها الحديد والكالسيوم، اللبن لوحده ما عادش يقدر يكفي، فمحتاجين حاجات تانية خارجيه تدعم، فمحتاجين الاثنين مع بعض. فاللبن مهم والاكل مهم. طيب هبدا ادخل الرضاعه الطبيعي حوالي مثلا من 6 ل 7 مرات في اليوم، وهي هتبقى اكتر بالليل. لازم اعمل سحب تدريجي شويه للرضاعه في الفتره بتاعت بالنهار عشان الطفل يبدا ان هو يتعود على الاكل. فلو انا باكل الطفل في اوقات معينه الاوقات دي لابد انها تبقى بعيده عن وقت الرضاعه. يعني انا ابني صحي الصبح اهو، لو انا عايز ادخله الاكل هدخله الاكل اول ما يصحى لانه هيبقى جعان. ما ينفعش ابقى مرضعاه واديله الاكل. العكس على فكره ممكن،
يعني عارف اقول لك ان ممكن الطفل يبقى واكل وبعد كده الام تديله صدرها ياخده. ليه بقى؟ لانه حبه حاجه عارفها. بقيت متمرس. امال. برافو عليك. هو فعلا هو بياخد اللبن الصناعي، لبن الام، لانه هو متعود عليه، بيحبه، ستيل بيحسسه بالامان، هي وسيله الغذاء السهله، عادي جدا كاننا بنشرب اي حاجه زي اللي احنا بنشربها دي بعد الاكل، كل الكلام ده كله تمام. فانا النهارده هركز في الفتره الاولانيه في الرضاعه، فتره بالليل، وهبقى بالنهار على قد ما اقدر اسحب الرضاعات. يعني ممكن طول النهار ارضع مثلا 3 أو 4 مرات، واحاول ان انا اخلي الاكل يبقوا 3 مرات في اليوم كانه فطار وغدا وعشاء. طب لو رفض الاكل وهيرفضه، مش لو وبس، لا لو رفض الاكل وهيرفضه، اعمل ايه عشان اخليه يتقبله اكتر من كده يعني؟ يعني يفضل ان في الاوقات اللي زي ديت الام شويه تبعد عن الطفل لو ده متاح، يعني عشان يجوع يعني. بالظبط. ومهم انه هي قاعده ما يبقاش هو يعني شايف صدر الام. خد بالك النقطه دي مهمه. يعني لازم هو، يعني انا مثلا ما يبقاش هو شايف صدر الام وانا حاطط قدامه الاكل، هو هيبقى عايز الحاجه دي. وممكن لو متاح ان لو في اخت او اخ اكبر او لو في اب هو اللي يقدم شويه يساعد في تقديم الاكل في الفتره الاولانيه، ده مهم. هيبدا الموضوع ده بالتدريج الطفل يتقبله. تمام. طيب كده الاكل ما فيهوش مشكله. كان في نقطه كنت عايز اتكلم فيها بس موضوع الاكل هو جه الاول. لو الام عندها مشكله في الصدر، لو الام عندها مشكله في صدرها هتعمل ايه؟ ترضع ازاي في الوقت ده؟ عندها ده خراج مثلا. دي هتتصرف ازاي؟ بص، هي يمكن احنا كنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكر في مشكله ان لو كانت الحلمه صغيره يمكن ما كملناش في بقيه المشاكل، او لو زي ما انت قلت المثال ده مهم جدا. فكره ان احيانا لو الام عندها احتقان في صدرها والاحتقان ده ما تعالجش بشكل كويس واللبن بالبلدي يعني ركن في صدر الام، بيقلب فعلا خراج. والخراج ده ممكن يبقى في ناحيه واحده، احيانا ممكن تلاقي يا اما في كلكعه وسخنت ولو الدكتور فتحها يبقى فيه خراج، او تلاقي الحلمه ذات نفسها بتنزل نقط زي الصديد. ايوه. بعمل ايه بقى؟ غالبا يعني هو برضه ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان ده بيحصل في ناحيه واحده. فانا ده تماما لا يمنع ان انا ارضع من الناحيه السليمه. ماشي. والناحيه اللي تعبانه بفضل ان انا اعصر وارمي لحد ما تتعالج والدكتور المعالج يعالجها والتمام الصديد يختفي والخراج يختفي وابدا ارضع تاني من الصدر ده. تمام. لكن مهم جدا اعامل الصدر ده زي ما كنت بعامل الطفل وهو في الحضانه. انا بعصر بس بدل ما كنت بعين في الفريزر برمي، لانه غالبا هيبقى مختلط يا اما بدم يا اما بصديد. تمام. دي النقطه الاولانيه. عندك نقطه تانية، نقطه التشققات اللي بيشتكي منها معظم الامهات. ايوه. دي بتبقى ناتجه نتيجه كذا حاجه. اول حاجه، تخيل بقى التشققات ديت اكتر حاجه بتجيبها لو الام لا يعني هي خلاص هي بترضع لو هي بتحافظ على صدرها او على المنطقه دي زياده عن اللزوم. يعني ايه؟ في امهات عندها زي وسواس النظافه، فتيجي تعمل ايه؟ بعد كل رضعه تغسل صدرها بالميه وتغسله بالصابون وتغسله بالشامبو وتنظف قبل الرضاعه وبعد الرضاعه. ده بيهلك المنطقه دي لان المنطقه دي حساسه جدا. كتر تعرضها الزايد للميه والمطهرات والمنظفات والحاجات ديت بيبدا يخلي يحصل التشققات، فبالتالي موضوع الرضاعه يبقى مؤلم جدا ويعمل مشكله كبيره. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول مهم جدا ان الام لما تيجي تتعامل مع المنطقه دي تعمل كده حاجه. اول حاجه انها ما تديهاش عنايه يعني مخصصه، لا العنايه العاديه جدا. لو الام بتاخد مثلا حمام او لو الام بتغسل او كده عادي، انا بسيب الميه تنزل على المنطقه دي بدون ما ان انا اوليها اهتمام خاص. مفيش حاجه اسمها ان انا اقعد اغسل بمنظفات او بصابون او الكلام ده بيهلك المنطقه دي تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو افترضنا ان هو مع الوقت بيحصل نوع من انواع النشفان او التشققات البسيطه للحلمه، طبعا احنا اول حاجه بنروح نجيبها الكريمات المرطبه. تمام. سبحان الله بقى، ايه اكتر كريم مرطب لصدر الام او للمنطقه دي؟ في الطفل من غير بفكر يعني. لا هي دي بتتعبه تخيل بقى اكتر حاجه ايه ترطب المنطقه دي؟ لبن الام. يعني سبحان الله،
زي ما قلنا لو تفتكر قبل كده ان كنا قلنا لبن الام مقسوم نصين، النص الاولاني نص خفيف والنص التاني نص تقيل. أيوة. فالنص التقيل ده اللي بيجي في اخر الرضاعه. فلو الام عندها بدايه مشاكل تشققات او هي حاسه ان الحلمه ناشفه شويه او كده، بعد ما الطفل يرضع مباشره خلص رضعته اللي هي مدتها من ربع ساعه لثلث ساعه، هي بتعصر فبينزل لبن هتلاقيه تقيل كده. اللبن ده اخده ادهن بيه المنطقه دي، على فكره بيدي نتائج رائعه. تمام. مرطب ومغذي وفيه مواد كويسه جدا عشان التشققات واحسن من كريمات كتير. عارف المعلومه دي خالص طبعا. ما احنا اكيد قاعدين هنا عشان نقول كلام مهم. عشان نقول المعلومات اللي مش مشهوره يعني. بالظبط. وده فعلا زي ما انت بتقول فعلا اللي بنحاول نركز عليه، المعلومات اللي مش معروفه او اللي هي ممكن تديك نتائج كويسه جدا باقل التكاليف، وهي معلومات مهمله يعتبر ما حدش بيعملها. بالظبط. المشكله الثالثه برضو عشان نبقى خلصنا النقطه دي، هي ان لو المنطقه بتاعه الصدر دي حصل عليها نوع من انواع الضغط، سواء بقى كانت حمالات الصدر او سواء كانت الملابس الضيقه، كل ما يحصل احتكاك للمنطقه دي بهدوم، خصوصا الهدوم اللي بتحتوي على الياف صناعيه، أيوة. كل ما يحصل تشققات. فاهم قصدي؟ اه. يعني احنا بننصح الام اصلا تماما في بالذات فتره الرضاعه الاولانيه اول 6 شهور دي انها ما تلبسش حماله صدر اصلا، ولو بتخرج وبتبدا تستعمل حاجه زي كده مهم جدا انها تكون طبيعي، ما يكونش فيها اي حاجه صناعيه، قطن مثلا. بالظبط. لكن اي حاجه فيها الياف صناعيه ملامسه بتعمل مشكله كبيره. طيب هسالك سؤال غريب شويه، التدخين بيمنع الرضاعه لو الام بتدخن؟ التدخين برضو انت ذكرت مثال مهم طبعا، واحنا ان شاء الله نامل ان ده ما يكونش نسبه كبيره يعني، بس هي خلينا نتفق ان ممكن فعلا يكون ده موجود يعني. الواحد طبعا احيانا بيتعرض له كده الاسئله اللي زي دي. نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها، التدخين بيأثر جامد جدا على الرضاعه وممكن يخلي اضرار اللبن ما يبقاش كويس، لكن هو تماما ما يمنعش الرضاعه. يعني لو افترضنا ان في ام بتدخن او بتاخد اي نوع من انواع الدخان ايا كان، ده ما بيمنعش الرضاعه. والمخدرات برضو، المخدرات حاجه يعني، لو اي حاجه من الحاجات اللي فيها نسبه ادمان اللي هي نوعين، يا اما نوع من انواع الحاجات الطبيعيه، يا اما الحاجات الادويه الحاجات الصناعيه الوقت اللي بتتاخد وهي كتير جدا، سواء ده او ده. وبالمره يعني ان شاء الله طبعا ربنا يعافينا من ده ان شاء الله، ما يكونش في حد كده خالص. لو كحوليات دول في جزء والتدخين في جزء. التدخين ما يمنعش يعني، سواء تدخين السجاير او حتى السجاير الالكترونيه او الشيشه، الثلاث حاجات دول ما يمنعوش الرضاعه الطبيعيه. هو مع الوقت ده هيأثر على ان الام مش هتقدر انها ترضع بكميات كويسه، وممكن ما تقدرش تكمل السنتين، لكن هو غير مانع تماما. لكن الجزء الثاني اللي انت قلته اللي هو بقى فيه كيميكس او كيماويات او مخدرات او كده، أيوة. لا ده وكحوليات طبعا، ده بيعدي في اللبن وبيأثر بشكل كبير على الطفل، ممكن يؤدي ان يعمل له مشاكل في المخ او مشاكل في الكبد تؤدي للفشل الكبدي. فتماما لو ما قدرناش نبطل ده او يعني يحصل منه نوع من انواع الاستشفاء، لازم نبطل حاجه من الاثنين، يا اما المخدر يا اما الرضاعه. لكن الاثنين ما ينفعوش مع بعض. لا خالص. لكن زي ما قلنا التدخين عادي ما فيش فيه مشاكل. التدخين عادي مع الرضاعه، نأمل ان الام تبطله طبعا. طبعا ده مش حافز يعني ان هي تكمل في التدخين يعني.